بصوا بقى يا جماعة، أنا دكتورة سالي، عندي 42 سنة وعايشة حياة أي حد من بره يشوفها يقول يا بختها، مش ناقصها أي حاجة في الدنيا. متجوزة من راجل محترم جدا، عنده 50 سنة وبيشتغل مدير عام لمجموعة مطاعم مشهورة، وعندنا ولدين بيدرسوا بره مصر وعايشين مع خالهم وما بينزلوش غير في الأجازات. من حوالي سنة كده اشترينا فيلا جديدة في مدينة معروفة في القاهرة، فيلا كبيرة وفي مكان هادي جدا، بس الهدوء ده كان بالنسبة لي زي السجن. جوزي طبيعة شغله تقيلة قوي، بيرجع كل يوم الساعة 11 بالليل مهدود ومفحوت، وأنا بفضل طول اليوم قاعدة في الفيلا بطولي، لا أنيس ولا جليس. الفراغ والوحدة بياكلوا في حوائط البيت وفي قلبي. المهم، أنا بحكم شغلي في العيادة وبحكم الطلبات كنت بتعب جدا من السواقة في زحمة القاهرة، ده غير إني ساعات بكون مجهدة ومش قادرة أسوق. فكلمت جوزي وقلت له يا حبيبي، أنا محتاجة سواق خاص بيتي يقعد معانا في الفيلا، يسوق بيا للعيادة ويقضي طلبات البيت ويشيل عني تعب الطريق، وهو بالمرة أمان ليا وأنا نازلة وطالعة لوحدي. جوزي في الأول رفض وقال لي لا يا سالي، أنا مش حابب يدخل حد غريب بيتنا ونأمنه على سرنا وعلى حركتك. قلت له يا ابن الحلال، ما كل الدكاترة واللي ساكنين في الفلل حوالينا عندهم سواقين، وبعدين أنا بتعب من السواقة وبخاف وأنا راجعة بالليل لوحدي من العيادة. سكت شوية وفكر وقال لي طب سيبيني أظبط الموضوع ده وارد عليكي، ولبس ونزل شغله. ولما رجع بالليل قال لي ماشي يا سالي، ما عنديش مشكلة، بس هنعمل إعلان ونختار سواق محترم جدا، وشرطي الأساسي إنه يكون متجوز ويجي هو ومراته يقيموا في الأوضة الملحقة بالفيلا عشان أطمن. بالفعل نزلنا الإعلان، وجوزي قابل كذا حد يوم الجمعة، ولما خلص قال لي بص يا سالي، في واحد اسمه مجدي عنده حوالي 38 سنة، شغال سواق من زمان، شكله محترم جدا وهادي، وقال لي إن مراته في البلد وهتجيله كمان أسبوع بالكتير وتستقر معاه هنا. بعد 3 أيام كنت قاعدة في الفيلا الظهر، ولقيت جرس الباب بيرن. بصيت من البلكونة لقيت شاب عريض لابس قميص وبنطلون هاديين واقف عند الباب. نزلت فتحت له وسألته انت مين؟ رد عليا بصوت واطي وباصص للأرض، أنا مجدي السواق الجديد يا دكتورة، الأستاذ جوزك قال لي أستلم شغل العربية من النهاردة. رحت وريته الأوضة المخصصة لي بره، وشرحت له إن في جرس هيتركب عشان لما أحتاجه يسوق بيا للعيادة أو يجيب طلبات البيت. بس الغريب واللي لاحظته من أول لحظة إنه هو بيسمعني ما كانش باصص للأرض زي ما كان واقف في الأول، كان باصص لي أنا، نظرة مركزة قوي فيها تدقيق غريب في كل تفصيلة فيا، كأنه مش بيسمع الكلام على قد ما بيتأمل فيا. قلت في بالي يمكن بيتهيألي أو بركز زيادة عن اللزوم، وسبته يظبط حاجته في الأوضة. بعد ساعة تقريبا كنت باخد شاور سريع وطلعت لفة الروب والفوط على راسي، ومفيش أي حاجة باينة مني نهائي. وفجأة لقيت جرس الباب بتاع الشقة فوق بيرن ورا بعضه بزنة غريبة ومش مريحة. جريت فتحت له بعصبية وقلت له في ايه يا مجدي؟ رنيت مرة، استنى لما افتح. لقيته واقف متنح فاتح بقه وعينيه مسبلة عليا بطريقة غريبة جدا، كأنه اتصدم أو سرح في المكان رغم ان مفيش شبر باين مني. قلت له بصوت حاد انت سامعني؟ قال لي بارتباك وهو بيبلع ريقه يا دكتورة، آسف جدا، كنت جاي استأذنك اخد مفتاح العربية عشان اطلع اغسلها واجهزها لمشوار العيادة. قلت له يستنى في الصالون بره عبال ما اغير هدومي. دخلت اوضتي وقفلت الباب وبدأت اطلع اللبس. الشقة كانت هادية خالص، وفجأة سمعت خروشة ودبدبة خفيفة قوي جنب باب الأوضة بره. بصيت ناحية الباب لقيت الفتحة بتاعت المفتاح مضلمة، كأن حد واقف باصص منها. قلبي اتنفض، لبست فستاني بسرعة وجريت على الباب فتحته. لقيت خيال حد بيجري بلهفة وسرعة رايح يقعد على الكرسي في الصالون وعامل نفسه بيلعب في تليفونه. والله العظيم يا جماعة، أنا لما فتحت الباب ولقيته قاعد عامل نفسه بيلعب في التليفون
الدم جامد في عروقي، حسيت بوجع في بطني من الخوف والشك، بس قلت لنفسي تسكت يا سالي وما تعمليش مشكلة من أول يوم، يمكن الراجل كان معدي بياخد حاجة وتهيألي وأنا مش عايزة أكبر الموضوع وأظلمه. خرجت وقفت بعيد عنه شوية وقلت له بصوت حاد ومشدود: أنا جاهزة يا مجدي، يلا عشان نوصل العيادة. رد عليا بصوت واطي ومكسور وقال لي: تحت أمرك يا دكتورة، اتفضلي حضرتك، هو أنا وراكي على طول. نزلت السلم وهو ماشي ورايا بمسافة خطوتين، وأنا نازلة عند آخر درجتين في السلم الخارجي للفيلا كعب الجزمة اتزنق في الفتحة الرخام ورجلي اتلوت وكنت هقع وقعة سودة على وشي. صدقوني مفيش ثانية ولقيت مجدي ناطط زي الصقر ومسكني من دراعاتي الاتنين بقوة، مسكة كانت شديدة ومتماسكة جدا، ورفعني لفوق وقال لي بنبرة كلها خوف وخضة غريبة: حسبي يا دكتورة، سلامتك ألف سلامة، مسكتك أهو، خدي نفسك بالراحة. قلت له وأنا باخد نفسي بالعافية وإيدي بتترعش: شكرا يا مجدي، خلاص أنا كويسة، سيب إيدي. المهم الغريب بقى إنه ما سابش إيدي في ساعتها، فضلت إيده ماسكة دراعي بحنية وضغطة خفيفة كده لثواني زيادة، وهو باصص لي في عيني بنظرة مركزة قوي، لحد ما أنا سحبت إيدي بالراحة وابتعدت خطوة لورا. في اللحظة دي إحساس غريب وبشع دخل قلبي، إحساس بالخوف متغطي باهتمام بقالي كتير ما دقتوش. جوزي لو كان معايا وشافني بقى كان في الغالب هيقول لي: حسبي يا سالي وانتي ماشية، لكن السواق ده اتصرف بلهفة وجدعنة غير طبيعية. ركبت العربية ورا وهو قعد قدام على الدومين. طول السكة للعيادة كنت حاسة إن في حاجة مش مظبوطة، بقيت أبص في المراية المرقبة اللي قدامه ألاقيه بيبصلي فيها كل دقيقة، ما بيبصش على الطريق قد ما بيبص عليا في المراية، ولما عينيا تيجي في عينيه يدور وشه بسرعة ويعمل نفسه مركز في السواقة. وصلنا العيادة وقبل ما انزل قال لي وهو باصص لي في المراية بابتسامة خفيفة: أنا هفضل منتظر حضرتك هنا تحت يا دكتورة، ولو احتجتي أي حاجة أو حاسة إن رجلك بتوجعك من الوقعة كلميني في التليفون فورا أنزل أطلع لك. طلعت العيادة وأنا دماغي بتودي وتجيب، هو مجدي ده مجرد سواق شهم وبيعمل شغله وزيادة، ولا في دماغه حاجة تانية خالص وأنا اللي بديله مساحة من غير ما أحس؟ والله العظيم يا جماعة أنا قعدت في العيادة يومها مش مركزة في الكشف ولا مع المذاكرة والمرضى، كل ما افتكر نظرة عينيه في المراية ومسكته لإيدي لما كنت هقع جسمي أشعر. أقول لنفسي يا سالي أنتي دكتورة وكبيرة، عيب التفكير ده، الراجل بيعمل شغل وجدع، وترجع نغزة في قلبي تقولي بس الجدعنة ما تبقاش بنظرات وتدقيق في التفاصيل بالشكل ده. المهم خلصت شغلي في العيادة على الساعة 8 بالليل، مسكت التليفون وطلبت رقمه عشان يطلع لي، رنة واحدة ولقيته رد عليا بلهفة غريبة كأنه كان ماسك التليفون في إيده مستني. أيوة يا دكتورة، خلصتي؟ أنزلك أطلعلك أساعدك في الشنط؟ قلت له بصوت هادي ومشدود: لا يا مجدي، أنا نازلة اهو، ظبط العربية قدام الباب. نزلت لقيت الباب المفتوح وجاهز ومجدي واقف جنب العربية بتاعة الفيلا لابس الجاكيت ومستنيني. أول ما قربت أخد مني شنطة العيادة التقيلة بالراحة، وأطراف صوابعه لمست إيدي بالعافية، لمسة خفيفة بس حسيت فيها بسخونية غريبة خلتني أشد إيدي بسرعة وأركب ورا. طول السكة وأنا راجع الفيلا الشوارع كانت هادية، وجوزي طبعا مش هيرجع غير على الساعة 11 أو 12 بالليل زي العادة. وفي نص الطريق لقيت مجدي بيبصلي في المراية وبيقولي بصوت واطي وناعم قوي: معلش يا دكتورة، هو الأستاذ جوزك بيرجع متأخر كل يوم كده ويسيب حضرتك بطولك؟ أنا اتخضيت من السؤال، بصيت له في المراية وقلت له بنبرة جادة جدا: شغل الأستاذ كده يا مجدي، وبعدين انت بتسأل ليه؟ سكت ثانية وبلع ريقه وقال بنبرة فيها تمثيل للغلب والمسكنة: العفو يعني يا هانم، الحيرة والوحدة صعبين، وحضرتك مقامك كبير ومحتاجة حد يشيل عنك ويهتم بيكي، مش تقعدي في فيلا كبيرة زي دي لوحدك طول النهار والليل.
الكلام ده نزل عليا زي اللطمة. كلام غريب إنه يطلع من سواق لسه داخل بيتنا